السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال ان شاء الله. النهارده يا حبايبي معانا فيديو جديد واحنا بنروق مع بعض الشقة. ما بحبش يا حبايبي استغنى عنكم في اي حاجة، دايما بحب اشارككم معايا في كل حاجة. بس قبل ما نبدأ اي حاجة مع بعض احنا عارفين دايما بنصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دايما يا حبايبي ما بنذكر الله كده بتلاقي الشغل بسيط، وبصي زي ما احنا متعودين مع بعض. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ادينا وقت يا حبايبي قبل ما ابدا اي حاجه لازم ننفض الستاره ديت كده على الشارع. لازم يا حبايبي بتبقى كلها تراب، لازم ننفضها مع بعض. ادينا هو بنفض الستاره معاك اهوت، جمال ربنا يبارك له يا رب كان بيساعدني، وادعوا له يا حبايبي ربنا يهديهولي. اهو بنفض الستاره اهو بحاجه تكون خفيفه ديت يا حبايبي، انا عينها بس ايه؟ لتنفيض الستاير، هببه كده لتنفيض الستاير. وبنفض بقى الحيطان. بس قبل ما بنفض الحيطان طبعا بكون منفضه الستاير اهو. شايفين اهوت ما شاء الله يا حبايبي. لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي انا بنزلها بتاعتي الجديده. اهوت شايفين يا حبايبي اهوت الشغل عادي وبسيط. قومي بس كده وما تكسليش، شغلي الفيديو يلا واتفرجي عليه كده يلا واعملي زي ما انا بعمل. والله يا حبايبي كل حاجه هتلاقيها في ايدك سهله وبسيطه، بس اذكري الله وانت بتشتغلي هتلاقي الشغل عدى بسهوله ومفيش اي حاجه، ما تعبتيش من حاجه. قومي كده يلا عشان نروق الشقة مع بعض، عشان ابو حنين جاي ربنا يخليه لنا يا رب وما يحرمناش منه. او بنروق الشقة اهوت مع بعض علشان ايه؟ وهوريكوا النهاية، هتشوفوا النهاية بصوا هتنسوا التعب. ما شاء الله بصوا ما خدتش في ايدي اي حاجة. يا حبايبي دايما يا حبايبي بصور لكم تحت على طول عند حماية وحماتي ربنا يخليهم لي يا رب. النهارده قلت هغير معاكم وهطلع اروق الشقة كده واصورها لكم. ديت يا حبايبي البتاع هي ما تقولوش ان هي انكسرت، لا انا بحب انفضها على طول كده وبعدلها تاني، واهيت ودي شكلها هي بعد ما عدلتها. ودي هي البراويز ديت لازم برضه امسحها يا حبايبي عشان ما يبقاش فيه تراب. التراب يا حبايبي يعني عشان احنا على الشارع بيبقى فيه تراب كتير، بس عادي قومي بس كده وما تكسليش وهتلاقي الدنيا كلها سهله وبسيطه. اهو شايفين. لازما يا حبايبي هيبقى الحيطان كلها علشان لو في عنكبوت ولا اي حاجه كده بتنشال عادي يعني. البتاعه ديت مش غاليه، ده هتلاقيها بس بحوالي 15 جنيه ولا حاجه. تنفضي بيها وتنفضي المروحه وتنفضي بيها كل حاجه، وخفيفه تقوم ما تكسرش معاك الحاجات دي. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصلكوا كل الفيديوهات بتاعتي الجديده. وهوريكم يا حبايبي الشقه بعد ما خلصتها مش هتقولوا ديت الشقه دي. والله العظيم يا حبايبي الشغل ما بياخد وقت. قومي بس كده اذكري الله واشتغلي وهتلاقي كل حاجة في ايدك سهلة. وبقى نبدأ معاكم تنفيض الكراسي والانتريهات والحاجات دي كلها. لازم ننفضها برضو، وهنبدأ بقى في الكنيس. لازم يا حبايبي كده بتاخر الكنب ده بتاع الانتريه علشان اجيب تحتيه. شايفين تحتيه وعامل ازاي يا حبايبي؟ دايما بيبقى وسخ لان احنا على الشارع بيبقى فيه تراب، والعيال بتبقى فيه بواقي اكل ولا كده، ممكن تنزل غصب عنك تحت الانتريه. وهنفض بقى الانتريه اللي بره دي يا حبايبي. ديت الصاله معايا، واللي جوه اللي انا كنت بعمل معاكم يا حبايبي الاول فيها ديت اوضه الجلوس. وادي جمال اهوت ربنا يخلولي يا رب هو وحنين. دايما بيشاركوني في اي حاجه، ربنا يديهم الصحه يا رب ويجعلهم لي من حفظ القران الكريم. ادعوا لي يا حبايبي ربنا يهديهم لي ويهدي اولادكم يا رب. اديت يا حبايبي اوضه الجلوس اهي. بعد ما نفضت الستاير لازم ابص بفتح الشباك كده وانفضه رخرة، بس انا ايه ما حبيتش اصوره معاكم يعني لان كان فيه تراب جامد وما حبيتش اوريهولكوا يعني. وده هوت يا حبايبي هوت الانتريه بعد ما نفضته. وهنبدا هنبدا بقى معاكم مسيح. وده دي يا حبايبي النيش بتاعي. ما شاء الله هو فيه كل حاجه زي ما هي. انا متجوزه بقالي 9 سنين وما شاء الله النيش بتاعي يا حبايبي لسه فيه كل حاجه. ربنا يخليكم يا رب ما يحرمنيش منكم. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك. دي يا حبايبي اوضه الاطفال بتاعت العيال اهي. بصوا مبهدلينها خالص، دايما على طول قاعدين فيها. بصوا مبهدلين. همسح معاكم بقى وهرجع لكم تاني وانا بوريكم شكل الشقه بقى بعد ما خلصتها وفرشتها. شايفين اهوت بمسح معاكم البلاط ممكن اسمر يا حبايبي بيتلحوظ بسرعه. اي حاجه اقل حاجه بتنضفه واقل حاجه بتوسخه. لو عيل مشي وراكي كده بتلاقي رجليه علمت في البلاط. بس ما شاء الله شكله حلو وجميل اهوت معاكم. شايفين ما شاء الله اهوت. هوريكم بقى المنظر بعد ما خلصت اهو. ادي ديت اوضه الاطفال اللي كانت معاكم. بصوا مش عايزه اقول لكم كانت عامله ازاي، والشغل عادي وبسيط. شايفين المنظر بقى. بعد ما بتشوف المنظر ده خلاص بتنسي التعب اللي انت كنت فيه. ما ينفعش بقى يا حبايبي اصور لكم اوضه النوم، ما ينفعش. اوضه النوم دي بتبقى سر محدش بيشوفها. ما ينفعش ان انتوا يعني ايه انتوا حبايبي وكل حاجه، بس ما ينفعش انزلها يعني ايه. ما حبيتش اصورها يعني. وانا روقتها برضو ومش ما روقتهاش، انا عملت فيها كل حاجه بس ما حبيتش انزل. ده المطبخ يا حبايبي بتاعه اهو ما شاء الله كبير وواسع وحلو وجميل معاك اهو.
يا رب يعجبكم. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تكتبوا له في التعليقات علشان تشاركوني في كل حاجه كده يا حبايبي. اهو دينا بصور لكم المطبخ اهو، وادي ديت الطرقه اهيت يا حبايبي. وهطلع بقى اوريكم الصاله بره. انتوا كنتوا شايفين الصاله كانت عامله ازاي، وهتشوفوها دلوقتي بقت عامله ازاي عادي. وكل حاجه والله سهله وبتعدي، حتى العمر يا حبايبي بيعدي. قومي بس كده وما تكسليش، وانت هتلاقي كل حاجه في ايدك سهله وبسيطه. ده المنظر يا حبايبي بتاع الصاله اهوت، ما شاء الله لا قوه الا بالله. انتوا شايفين يا حبايبي البلاط كده كنت مصوره لكم ما شاء الله عامل ازاي. انتوا عارفين يا حبايبي ان البلاط لنا البلاط ده سيلف، ربنا يبارك له في اولاده يا رب. هو شغال بيبلط ما شاء الله. بصوا يعني مش رسمه بصراحه عليه شويه بلاط كده بيبلطوا، ربنا يبارك في عمره يا رب ويخلي له اولاد. دي وقت يا حبايبي صورت لكم الفيديوهات بعد ما خلصت، وديت منظر الشقه هو. ويا ريت تعجبكم، ولو عجب ما تنسوش تكتبوا له في التعليقات ان المنظر عجبكم. وانا مستنيه يا حبايبي لايكاتكم وتعليقاتكم. ربنا يحميكم يا رب ويخليكم ويديمكم نعمه في حياتي يا حبايبي. ادينا اهوت المنظر معاكم اهو بعد ما خلصت. بصوا بتبص للمنظر كده بتنسي انت هتتعبي شويه، بس بعد ما تخلص